فاجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اتحاد نادي العاصمة الجزائري بخسارة اللقاء 3-0 أمام نادي نهضة بركان المغربي، على الرغم من أن الفريق الضيف هو الذي لم يرد لعب المقابلة ورفض النزول إلى أرضية الميدان ومواجهة الرجال على البساط الأخضر، بعدما لغم المقابلة بأجندة سياسية لقجعية خالصة وفق ما دونه الحكم الرئيسي للقاء المثير للجدل. وأعلن الاتحاد الإفريقي الكاف مجددا تواطؤه مع المجرم فوزي لقجع تاجر المخدرات، بل أعلن أن هذه الهيئة الكروية هي مختطفة فعلا من طرف عصابة المخدرات التي أغرقت أعلى هيئة كروية في إفريقيا بالمال الفاسد العائد من تجارة الحشيش المغربي. وفي أول رد رسمي من الجزائر على التجاوزات الخطيرة التي بدرت من الكاف، قرر نادي اتحاد العاصمة الجزائري اتخاذ أولى الإجراءات الإدارية والقانونية ضد الكاف وعصابة فوزي لقجع، حيث قرر النادي الجزائري الطعن في قرار الكاف المتحيز للنادي المغربي للأسف الشديد، أين قدم شكوى إلى جانب الفاف لدى محكمة التحكيم الرياضي الطاس للطعن في قرار الكاف الخطير والمثير للجدل. كما ألزم الكاف الفريقين الجزائري والمغربي إجراء مقابلة العودة في موعدها المحدد بالمغرب، قبل أن تؤكد مصادر مطلعة أن نادي اتحاد العاصمة الجزائري قرر التنقل إلى المغرب، ولكن مع مقاطعة المقابلة مثل ما فعل النادي المغربي، أو ارتداء أقمصة رياضية تحمل خارطة القارة الإفريقية كلها، مع فصل الصحراء الغربية عن مملكتي فاس ومراكش. حينها سنرى كيف سيتعامل المخزن مع قضية فصل الصحراء الغربية عن مراكش.